كبدة العجل أو كبدة الخروف، تعالوا نعملها النهاردة ونقدمها كمان مع شعرية بالزبيب والخضار. تناقض النكهات ما بين الحلو والحادق هيوديها لك في حتة تانية. ده غير كمان التتبيلة اللي هنعملها اللي هتحافظ لك على الكبدة ديت وتخليها لك جوسي وجميلة وتحافظ على قيمتها الغذائية. تعالوا نسمي مع بعض بسم الله ونحط معلقتين سمنة على النار. ربنا يكفينا ويكفيكم شر النار، قولوا امين في الكومنتات. وننزل على طول بالشعرية دايركت ونقلب عليها لحد ما الشعرية ديت تخش معايا في نص تحمير. بمجرد ما توصل معايا للمرحلة ديت هننزل ببصلايه مفرومه بالسكينه، هنحط ورقتين من الغار وفصين من الحبهان ونقلب تقليبه كويسه لغايه ما الشعريه ديت تتحمر معاه وتبقى تمام التمام. تنزلي بجزرايه مبشوره. والبهارات بتاعتنا عباره عن ايه؟ معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح ومعلقه بابريكا ومعلقه قرفه صغيره. وبنقلب تقليبه كويسه وانزلي بالميه السخنه. خدي بالك معيار الميه بتاعك تقريبا بيكون نص عقله صباع. وبعد كده بنقلب تقليبه كويسه عشان خاطر التوابل تتوزع كويس في الشعريه بتاعتنا، وبنغطي لغايه ما تستوي معاكي على نار هاديه. تعالوا نخش مع بعض بقى في التتبيله العظيمه اللي هنعملها للكبده. معلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون ومعلقه من البابريكا، وبطحنهم طحنه محترمه لحد ما التوابل ديت تكون معايا بودر بالمنظر اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده. قرن فلفل سبايسي، وتنزلي كمان بثلاث اربع فصوص من الثوم المفروم، وتقلبي الكلام ده كله تقليبه كويسه مع شويه من الخل. وكده التتبيله خلصت معايا، والملح ده بنضيفه اخر حاجه. وبنقلب كل التوليفه العظيمه اللي احنا عملناها ديت. وكده المارينيشن بتاع الكبده جاهز معايا او التتبيله اللي احنا عملناها. تعالوا نبص بص على الشعريه كده. بص المنظر، مش عايز اقول لك بقى على الريحه والجمال وطعم الشعريه ديت. بجد تقدميها مع لحمه، مع فراخ، مع سمك، مع كبده، مع سجق، مش هتقول لك لا. بنحط شويه زبيب ونسيبه يستوي على البخار. بص بقى الكبده تجيبيها من عند الجزار تكون متقطعه شرايح، او لو ربنا كرمنا واحنا دابحين في البيت تتقطع شرايح تكون بالمنظر ده. ولازم تكون خارجه من الفريزر. وحذاري تغسلي الكبده، اكتبيها كده عندك على باب التلاجة. الكبده لو فيها سوائل او دم بنجيب شاشه بيضه بنحطها في ميه ساقعه ونعصرها كويس ونمسح السوائل اللي عليها. لو غسلنا الكبده بتفقد تقريبا 70 80% من القيمه الغذائيه بتاعتها. بنحط التتبيله على الكبده وبنعصر عليها نص ليمونه وقولي لها خليكي على جنب كده يا غاليه لغايه ما نسخن الليه على النار. بنقطع حتتين ليا محترمين ونحط طاسه على النار. واول ما الليه ديت تبتدي تنزل وتسلي معايا ننزل على طول بالكبده دايركت عليها تقليبه واحده. وما تكتريش عشان خاطر ما تنزلش العصاره وترجعي تقولي يا خساره. فايده الكبده خلي بالك في العصاره اللي جواها. بنحط كمان بصلايه متقطعه جوليان او جوانح مع قرنين فلفل رومي يديني منظر كويس ويعلوا القيمه الغذائيه. سبحان الله، كل لون في الخضار ليه فايده وليه قيمه غذائيه غير التاني. بنقلب كده تقليبه كويسه ونملح بقى على حسب الرغبه بتاعتنا. وبعد كده تعالوا نغرف الطبق بتاعنا بشكل احترافي. ودايما بقول اتجرأي كده وخش المطبخ وافرضي عضلاتك. الشيف كريم الحديدي عمل الوصفه بتاعته بثلاث خطوات، اعمليها انت باربعه، اعمليها انت بخمسه. لازم يكون ليكي كاريزما وموضوع في المطبخ بتاعك. العين دايما بتاكل قبل البقى حتى لو هتحط شويه بقدونس. الكبده بتاعتنا مش محتاجه اسنان عشان خاطر تتاكل. بصوا العصاره عامله ازاي ما شاء الله. بنعمل سور كده من الشعريه وبنوسع كده سكه عشان خاطر نحط الكبده بتاعتنا. وننزل بالكبده بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت كده، مع قرنين فلفل لونهم احمر، مع نص ليمونه، مع ورقتين نعناع. بص المنظر غرام يا جماعه، روعه الروعه. الف هنا وشوف عليكم، وكل عام وحضراتكم بالف خير. الكبده من الحاجات المهمه جدا في المطبخ بتاعنا. ولو عندنا اطفال لسه في مرحله النمو مهم جدا نعمل لهم وصفه كبده ولو مره في الاسبوع. واعتقد ان الوصفه ديت ما يختلفش عليها اتنين. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لان ده بيدعمني جدا. بشكركم كمان على كومنتاتكم الجميله بشوفها بنفسي، وطلباتكم بالنسبه لي اوامر. وبفكركم لو اول مره تشوفوا وصفاتي اعملوا لايك للصفحه عشان يجيلكم اشعار بكل وصفه جديده. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والاهم اسيبكم في حفظ الله. سلام عليكم.